السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بجميع عملائنا الكرام، عملاء عبد الله عارف. منورين الدنيا كلها، يا أحسن عيلة في الوجود وأحسن ناس في الدنيا كلها. معكم عبد الله عارف وسمر عبد الله. احنا مجوهرات عبد الله عارف، موجودين النهاردة في راديو ستارت. راديو ستارت مع المذيع العالمي الجامد اخويا وحبيبي احمد هشام. منور الدنيا يا احمد في الاستوديو حبيبي بتاعك، يا عبد والله الله. والله منور الدنيا منور. حبيبي. منور الدنيا، منوره يا سمر. تسلم، ربنا كل يخليك. سنه وكل الناس اللي بيتابعونا دلوقتي طيبين وبخير، يا رب. سنه 2023 السنه دي مختلفه خالص، الحمد لله وهنبدا الحمد بيها. لله. علشان كده يعني احنا اخترنا عبد الله عارف يكون اول واجهه تظهر في 2023. ربنا يخليك يا رب يا عم. عبد الله بقى عامل قلبان على السوشيال ميديا، الحمد لله. والناس كلها يعني حاجة وطفرة جديدة في الذهب. لأن أنا قليل دايما الناس بتشوف إن الذهب سلعة غالية شوية، فبالتالي لما حد يجي يبقى بيعمل شوهات والناس تشتري اونلاين كمان، وان هم يقدروا يشوفوا الحاجة اونلاين، فده بيبقى نجاح للشخص نفسه ان هو قدر يوصل بالمنتج بتاعه للناس. الحمد لله. كلمني نعم. كده، انت بدايتك ايه؟ بص، هو انا القصه كلها ان انا ابويا من اقدم الجوهرجيه اللي موجودين في السويس، تمام. الحاج احمد عارف. وانا اشتغلت معاه من وانا عندي 12 سنه. تمام. والحمد لله يعني وصلت كده ان انا جيت من يعني من انت سنه. الاول عايز آه. تعمل شير لللايف، احنا فاحنا يعني قبل ما نتكلم عن الوالد انت الله عارف يرحمه، القصه دي انت. فاحنا عايزين كده الناس اللي موجوده معانا بنفكرهم وبنقول لهم من بدايه ما اعلنا عن الحلقه، واحنا بنقول ان اكتر شير وكومنت لللايف ده هيقدر ان هو يكسب معانا. انت شيرت الفيديو في انا الجروب؟ شيرته. طيب تمام، علشان الناس كلها ايه تبقى متابعه معانا. تمام. عبد الله عارف ومجوهرات عارف، صح كده؟ عبد الله عارف. تمام. قصه احمد الوالد. عارف ده المحل بتاع بابا. اه. المحل بتاع بابا. انا من سنه كده حبيت ابقى منشق مع نفسي كده وابتدي كده زي ما ابويا مم. بنى اسمه. مم. انا حبيت ان انا ابني اسم برضو زي ابويا واتشرف بيه لان هو قدوتي طبعا، ربنا يرحمه. الله يرحمه. وابتديت انا وسمر. الفكره كانت جايه معانا ان احنا يعني مش عايزين نبقى تقليديين، مم. يعني عايزين نبقى حاجه مميزه. حلو. فكانت فكرة البازار بتاع أميرة، كانت فكرة إن أنت تنزل دهب في بازار في السويس، كانت فكرة صعبة جدا. إن أنت تأمن نفسك، إن أنت تبقى بتفرج ناس كتير وأنت يعني مركز، مش خايف حد ممكن يهجم عليك ياخد الموضوع الحاجة، صعب. الكلام دهب ده احنا كله. بنتكلم في دهب ووزنة مم. كبيرة. بس احنا كان عندنا هدف انا وسمر ان احنا لازم نحققه. وكانت بداية، وكانت البداية دي الحمد لله الحمد لله وش خير علينا مع بعض الحمد لله فيها. الحمد لله. انت كنت في المحل مع والدك؟ تمام. فكرت انك تفتح؟ ابقى لوحدي. انا عارف ان انت كنت في البدايه ما بداتش ذهب، كنت بادئ حاجات في جت إكسسوارات عليا فترة بسيطة. كده واشتغلت في الفضة. مم. الفضة وكانت اكسسوار. كانت برضه كنت حابب ابقى لوحدي. عندي حاجة كده من وانا صغير، يعني بحب ان انا تشق الطريق اه لوحدك. اه فاهمني. فانا حبيت ان انا اعملها وعملتها في الدهب والحمد لله لحد دلوقتي. يعني احنا رضينا كل الناس اللي انا بقول عليهم عيلتي. اي حد بيخش عندي او بيتعامل معانا بيبقى فرد من عيلتنا. بنخاف على يعني بنحاول نوفر له على قد ما نقدر. بنحاول نحببه ونحسسه ان انت داخل مكان يعني مكانك مكان. مطمن مم. براحتك خالص، فاهمني. بس فهي دي الفكرة. سمر، دايما الذهب والحاجات دي، يعني البنات دايما هي اللي بتنقي الحاجة أكتر، أو إن هي كل ذوق يختلف البنت عن البنت التانية. أكيد بتشاركي في اختيار طبعا. الحاجة اللي موجودة في المحل. احنا بنختار قطعة قطعة، يعني مم. مش بنختار كده وخلاص، لا، بكل حاجة كأني انا اللي هلبسها. مم. الستايل بتاعها بيبقى بحس دايما مختلف. مم. يعني الحمد لله ده رأي ناس كتير بيدخلوا المحل يقولوا لا، عندكم الحاجات مختلفة مش شبه بعضها. مم. بحب ان يعني كل قطعة نحبها قبل ما نجيبها، مم. فعشان حبها يوصل كده للعميل نفسه،
وهو بياخدها بيبقى مبسوط ويحس ان هو لابس حاجه مختلفه عن اي حد. فدي طبعا اختياراتنا انا وعبد الله. الحمد لله يعني قدرنا يعني ندخل كده قلوب الناس من اذواقنا الحمد لله. بتحاولي ترضي كل الاذواق، يعني مثلا في ذوق اللي هو ذوقك. طبعا. مثلا مثلا العميل اللي بيجي عندكم، ففي عميل مثلا مش على هواه يعني الحاجات دي. طبعا. بتحاولي برضو ان انت تجيبي قطع تلاقي من الناس دي برضو لما تيجي. ما هو ده مع تعاملنا مع عائلتنا بمعنى اصح. قدرنا نفهم كل واحده بتحب ايه، ايه ستايلها. يعني مثلا لما بيجي لنا حد ويحس ان مثلا لا مش هو ده الحاجه اللي انا عايزها، طب ايه اللي ممكن يعجبك؟ بنلم اراءه يعني بمعنى صح كده، اللي هو بنشوف كل واحد حابب ايه يكون موجود في المحل يعني الفتره الجايه، وبنحب نسمع ارائهم جدا. والحمد لله برضو ناس كتير بتحب تفيدنا وتقول لنا يعني احنا عايزين كذا، احنا عايزين كذا، والحمد لله بنقدر نجيبها يعني. الحمد لله. الحمد لله. فتحت المحل الحمد لله. بس وجت بعد تعب. قول لي كده يعني انت اول يعني انا اختيار المكان، انت نقلت كذا مكان. انا اول حاجه ان انا فكرت بعد ما كنا في بازارات وكنا بنجرب كده حياتنا هتبقى ماشيه ازاي مع بعض. فجاء بقى القصه كلها ان احنا لقينا محل في الملاحه. لقينا في محل الملاحه، المحل ده كان وش خير علينا الحمد لله. وكنا بندور على برضو حاجه، انت بتجرب محل. يعني انا كنت عندنا بازار، كان بازار 15,000 في 3 ايام صح؟ ده كان في الرحاب بازار. فالفكره جات لنا من البازار ده. يعني احنا ليه ندفع 15,000 في 3 ايام احنا مش ضامنينهم اصلا، وكانت تجربه صعبه لينا. ده ممكن ندفع 1000 ونص في محل ونقعد فيه شهر كامل. دي كانت الفكره اللي جات لنا ساعتها، ان احنا يعني نفتح محل. وفتحنا المحل باقل امكانيات الحمد لله. وفتحتوا المحل ده كان خطوه الملاح. دي خطوه الملاح. نقلت من الملاح. نقلنا من في فتره قصيره جدا. يمكن انا كنت يعني احنا طبعا صحاب من سنين. ف يعني اول لما جيت انت تفتح قلت اختيار الوقت يعني كان الموضوع كورونا كان معايا، الموضوع كان صعب. يعني انا قلت انا عايز اقول حاجه يا جماعه بجد. انا اسف بقى ان انا اقطعه فاهمني، بس احمد طالما قال ان هو صاحبي من زمان، عايز اقول لكم ان احمد بسم الله ما شاء الله صوته زي القمر. اقسم بالله انا نفسي اقول ان هو مش واخد حاجه. ما تسمعنا حاجه، ما تسمع يعني نغير المود شويه. سمعني حاجه لمثلا ايه، ممكن نتكلم عن الشبكات مثلا. فسمعني حاجه مثلا عريس وعروسه، اي حاجه. عريس وعروسه سمعنا كده. لا ما هو بص عريس وعروسه دلوقتي انا مش محاضر. احنا ممكن نقول حاجه مثلا لقطه جميله كده للسنه اللي نفرفش الدنيا، السنه الجديده والدنيا دي ماشي. نظبط الدنيا. نقول للناس، الناس اللي بتعمل شير دلوقتي وبتكتب، وناس عماله تكتب لنا اهو. نوريني الدنيا في الماستر اللايف اللي هو الاساسي، الحمد لله. وتقدروا ان انتوا تشاركوا معانا. طيب اقول لك كل سنه وانت طيب. وانت يلا قول بقى قول. كل سنه وانت طيب ومن قلبي قريب، والسنه دي معايا واللي جاي وياه، يا اغلى الحبايب يا سكر ودايب، يا كل الحبايب حبايب كلك خير وطيب، وعمري اللي جاي هشيلك بين عيوني شيل، لو هقدر يا روحي اجيب لك نجوم الليل حبيبي معاك الحب طعمه جميل، وكل سنة وانت طيب. صراحة انا طول عمري بقول عليه فنان بجد. لا ده كده يعني هو كمان في لايف، يعني اللي هو ايه مش مجهز حاجة، بس انا الموضوع ده حبينا نفرفش بيه كده الناس اللي اتفرجوا معانا. بجد هو فنان. انا حاسس ان انا قلبت مذيع فجأة، بس انا عايز اقول لك انا قلت لك يا احمد يعني بص انا نفسي ابقى مذيع. ممكن امسك البتاع ده عشان طول عمري بشوفهم ماسكين. انا بس هعمل بما انك انت المذيع
عايزين نوري كده في البدايه، طيب نفرج الناس كده اللي بيشوفونا، ممكن توريهم ايه يعني علشان نقرب الكاميرا على الحاجه طيب ونستعرضها. ايه رايك؟ الله عليك، انا كده مذيع. بص، هو مع بداية، طبعا عايز اتكلم في موضوع مهم، مع بداية سعر ان الجرام بدأ يزيد، تمام، كانت دماغنا انا وسمر كبداية لينا احنا الاتنين ان احنا برضو على قد حالنا في امكانياتنا، ما كانش كتيرة، بس هي كان هدفنا ايه؟ هدفنا ان احنا نجيب حاجات خفيفة. حلو. خفيفة ديت بمعنى ان احنا نخلي العميل نفسه يستسهل فكرة شراء الذهب. طول عمر الذهب معروف ان هو لازم اقل حاجة مثلا تجيب حاجة ب 10,000 جنيه. انا بشبه على الكلام ده. تمام. انا واخد بالي، انا ماشي. فهو مذيع بقى. مذيع. فهو دلوقتي انا خدت الفكرة ماشي. لا هو كلام بجد. لا بجد. فانا طب انا اقول لهم السؤال، انا قلت قلت لك الفكرة اللي هي ايه، انا طبعا مش بغششك حاجة ولا بتاع. دايما الواحد لما بيجي يشتري ذهب بيجي في باله، انا كولد مثلا انا ما اعرفش في الذهب قوي، بيجي في بالي مثلا ان انا عشان اروح اشتري حاجه محتاج على الاقل في ظل الارتفاع بتاع الاسعار ان انا عايز لي مثلا بتاع 10,000 جنيه اقل حاجه فعلا مثلا التفكير. فانا ما اعرفش هل ال 10,000 دي تقدر تجيب حاجه ولا ما تقدرش، ولا انا ببقى محتاج اكتر بالنسبه لاي فانا قلت لك انت بقى بتعالج الدنيا دي ازاي؟ ما انا برضو مش انا هقول لك مش هقفلها في وش الناس بمعنى اصح. فانت بتعالجها ازاي؟ انا عايز اقول لك ان انا عندي مثلا سلاسل زي كده. انا هخليك تستعرض الحاجه ماشي. سلاسل زي كده، انا مش عارف احنا طالعين تمام مثلا. اوكي، سلاسل زي كده احنا بنتكلم ان هي سعرها بداية معانا من اول 1100 جنيه في ظل صعود سعر الجرام النهاردة اللي هو عامل 1690 جنيه. عايز اقول لك ان انا عندي سلسلة بتعليقة بداية من اول 1100 جنيه. سلاسل يعني ده بداية الكلام، بس برضو بيوصل معايا لأسعار كبيرة. يعني أنا عندي لحد 13,000 ويمكن أكتر كمان. برضو إحنا بنتكلم على أسعار حاجات تبقى واضحة، مش عارف الكاميرا مبيناه كويس احنا، واضحة جدا وبسعر قليل قوي يعني. طب بالنسبة بقى إن في ناس بيحبوا يجيبوا شبكة. يعني الشبكة ديت من أهم التفاصيل اللي في الجواز. طبعا صح. هي العروسة تبقى قلقانة ان المبلغ اللي مع العريس هل يا ترى هيجيب لي شبكة ولا لا. تمام. فدي بتبقى اكتر حاجة قلقاها قوي. فاحنا بنقول لها اي مبلغ معاه هنقدر نجيب لك شبكة. طب استعرض يا عبد الله. مثلا انا عايز اتكلم على ان احنا عندنا مثلا شبكه زي دي اختيار مثلا سمر، دي جميله جدا. الشبكه دي بكام؟ دي دبله وخاتم ومحبس بدايه. واحنا كمان يعني ايه مش موقعين الدنيا، احنا جايبين حاجات حلوه شكلها حلو. يعني ميليها لقدام. ايوه. سعرها 7,000 جنيه. سعرها 7,000 جنيه دبلة وخاتم ومحبس. وبرضو احنا بنتكلم في متوسط، مش بنتكلم في حاجات خفيفة قوي. يعني في اقل من كده بكتير بس بنتكلم ان حاجة معقولة، لان احنا عارفين ان يعني المصريين بيحبوا ان هم تبقى الشبكات مميزة شوية. يعني تبقى 7,000 جنيه دي شاملة دبلة وخاتم ومحبس كل حاجة مثلا، فاهمني؟ ده كده في المتوسط. تقدر تخلي حد يعمل خطوبة. وكمان ده دبلة وخاتم هتلاقيهم سعرهم ولا حاجة معاك، توصل معاك 5,000 جنيه وممكن اجيب لك اقل كمان، فاهمني؟ بس طبعا ده على حسب اختيار العروسة، مش على حسب ان انت تختار اشكال. في حاجات تقيلة، يعني في شبكة زي كده مثلا
دي برضو موجودة زي ما انا بقول من اول 7000 جنيه. لا احنا بنطلع مع بعض طبعا بالاوزان. حاجة زي كده دي عاملة 33800 اهي. دي عبارة عن انسيال وكوليه ودبلة ومحبس وخاتم وحلق. يعني انتوا متخيلين حاجة بنتكلم في وزنها حاجة تقيل برضه. وهم يعني حتى احدث ديزاين. الاسعار مش طبيعية. الاسعار احنا بنتكلم برضو في منظر الشبكة دي يعدي معاك. احنا بنتكلم في كام بند؟ دبلة وخاتم ومحبس وسلسلة وانسيال وكوليه. وحلق. يعني احنا بنتكلم في بنود كتير. في حاجات برضو زي كده يعني دي من اختياراتنا احنا. دي بتتكلم في 26900. بنتكلم في اسورة ودبلة وخاتم وكوليه وكوليه تلات 3 أدوار. ادوار. فدي برضو من الحاجات اللي هي كده واضحة صح؟ حاجات اللي هي برضو بنود. انت بتتكلم في اسورة ودبلة وخاتم وبنتكلم في اسعار يعتبر 26900 مثلا. زي ما بقول ان في الخفيف او في الحاجات التقيلة كان لازم ان احنا ندخل حاجة جديدة. كان لازم ان احنا نجمد قلبنا ان احنا نحاول نبين للناس ايه احدث حاجة نازلة في الذهب ونخش فيها. دي كانت فكرة كانت صعبة جدا علينا. انا وسمر قعدنا فيها بطريقة يعني كنا بنفكر فيها بالايام مش بساعات. يعني نقعد نفكر طول اليوم وننام وتصحى وتفكر تاني. دخلنا عيار 14. غير 14. عيار 14 ده قصة تانية خالص. عيار 14 ايه يعني انا بس عايز اقول للناس طبعا في كومنتات كتيرة جدا يعني قدامي. انت الكومنت ما شاء الله يعني عايز اقول لك لحد دلوقتي 900 كومنت و273 شير. يعني ما شاء الله يا عبد الله. هو هيكون الكلام ده كله عشان الناس هتكسب دهب؟ لا لا، هم كانوا حب معايا الناس. الحمد لا، لله. عيلتنا هم في كده ظهرنا. معايا على طول. دي اقل حاجة بنقدمها اليوم والله العظيم. عبد الله يمكن هاخدك لسكه كده. في جت فكره بما انك هتتكلم على عيار 14. جه فكره قال لك ليه نشتري ذهب ممكن نشتري فضه. انت برضه شغال هنا وهنا. تمام. انت ممكن تقول للناس مش لازم تشتري 18 في اقل من 18. طبعا هيبقى ارخص. 14. بالتالي السعر اللي انت قلته ده يعني بسيط قوي. طب هقول لك على حاجة. لو اتكلمنا عن عيار 14 تمام. عيار 14 دوت يعني هو اساسا بيبقى ايطالي. تمام. مدموغ ايطالي ومدموغ مصري. وانا وكيل معتمد من مصنع كبير. تمام. قبل ما اجيب اي حاجة في الذهب انا لازم ابقى ضامن فلوسي انا شخصيا قبل فلوس العميل. ما دي فلوس انا بدفعها. ما ينفعش اجيبها في حاجة انا مش ضامنها. فما دخلناش عيار 14 الا لما لقينا وكيل مسؤول عن الذهب مسؤولية تامة. سواء كانت حاجة بفلوس بترجع بفلوسها، سواء اي حاجة عن الذهب بيتباع. لا في ناس بيقول لك الذهب 14 ما بيتباعش. ازاي؟ ذهب عيار 14 طالما ذهب بتشتريه وبتبيعه. بتشتريه وبتبيعه. سعر الجرام ال 14 بنتكلم في 1050 جنيه. فاهمني؟ 1050 جنيه يعني انت اشتريته ب 1050 يوم لما تبيعه ب 1050 بعيد عن المصنعية لان هو ايطالي. تمام. بينزل عليه عروض بينزل عليه ديزاينات وهم. يعني احنا ممكن نتكلم عن دبلة بالمنظر ده. مش عارف هي واضحة ولا لا. مثلا الدبلة دي احنا بنتكلم في وزن 88 ملي. 88 مللي. ما كملتش جرام. بص دبلة عرضها عريضة ازاي. دي اكنها مش موجوده. بس دوس عليه. هي ستريتش اصلا. ستريتش. ما هي الذهب كل ما بينزل العرض بتاعه كل ما بيبقى اصلي. بيبقى بينط اكتر. تقدر انت مرن تعمل فيه ديزاينات وهم. دبلة 88 مللي. انا هعتمد على ان انا مخرج. انت وانا معاك. بص احنا عندنا الدبل بتبتدي معانا من اول وزن. احنا بنتكلم في 37 ملي. هي واضحة عندك؟ 37 ملي. 37 ملي دبلة رفيعة استرتش. اصلا هي اساسا استرتش.
هينزل منها الغوايش، هنجيبها ان شاء الله الاسبوع دوت باذن الله. وفي منها انسيالات، في منها انسيالات برضو ستريتش. عندنا دبلة زي كده، الدبلة ديت احنا بنتكلم في وزن 93 مللي. دبلة دبل. دبلة دبل يعني دي سعرها كام تقريبا؟ يعني بنتكلم في مش عارف 1050 1900 حاجة زي كده، 2000 في الرينج ده. 1800 الكلام دوت، فاهمني؟ لان انا لازم اقول لك السعر بالظبط. عندنا خاتم، الخاتم دوت مثلا اهو، انا ايدي طالعه ولا انا فين؟ انا وريهم في ايدك كده مثلا. خاتم بجد تحفة جدا. احنا بنتكلم ان وزن الخاتم دوت بيتكلم في جرام، اقل من جرام، اقل من جرام كمان. احنا بنتكلم في 99 مللي، فاهمني؟ خاتم حلو قوي، عقلة او عادي، خاتم عادي. بالظبط. فالديزاينات عيار 14 خيال يعني، اشكالها وهم، بيقدر يديك وزن في شكل كبير، الشكل اللي هم كل المصريين بيحبوا الاشكال الكبيره في الذهب، فاهمني؟ دايما تلاقي ذوق يعني ذوق الاجانب في الذهب غير ذوق المصريين. يعني في مصريين بيحبوا اذواق كده بهرجه بمعنى اصح، ومثلا الاجانب بيحبوا الحاجات السيمبل. هل مع ارتفاع السعر اللي احنا فيه الناس بدات تروح للسيمبل؟ في ناس كتير ما بتحبش الحاجات التقيلة. يعني في بنات كتير بتيجي تقول لا، بالنسبة لها مثلا حاجة زي كده لا، ستايلها تقيل وانا ما بحبش الحاجات دي. هي صوتها كويس على فكرة. انت في ناس بتيجي تقول لي لا انا عايزة خاتم يكون بمعنى صح مش موجود في ايدي، بس ان انا عاينة فيه فلوس، ان انا لابسة زي الاكسسوار بس ماركة، يعني مش اي حاجة. في احنا غيرنا مفهوم ان الذهب اللي هو الحاجات الكبيرة اللي بتاعت ماما وتيتا لا، في دلوقتي الاطفال بيجوا بيبقوا شبطانين في حاجات اللي هي الرقيقة. البنات اللي هو السن اللي هو المحير اللي بيعشق الحاجات الرقيقة قوي في الايد بيجوا ياخدوها يقولوا احنا حبينا الذهب. السلاسل اللي هي بتبقى تحس فعلا ايطالي ايطالي ايطالي، طبعا هي مصري بس ستايلات ايطالي بشياكتها. احنا جيل بقى فاهم، بقى جيل فاهم لا مش حابب الحاجات التقيله، الحاجات التقيله دي يجيبها بقى ايه ان انا عين فيها فلوس وبتاع وكده، انما ده اللي احب البسه استثمار. مش هيفرق الشكل على قد بالظبط كده. انما في فئه من الناس كتير تحب الحاجات الشيك والرقيقه قوي، ما بحبش الحاجات التقيله. الفئه دي بقت اكتر من الفئه يعني المفهوم اختلف معانا. يعني حتى الاستايلات بقت انت ممكن تجيب انسيال 18 من اول 800 جنيه دلوقتي. احنا لا، احنا ممكن نجيب تعليقة سلسلة من اول 350 جنيه. انت متخيل السعر؟ فاهمني؟ سعر مثلا قلب زي كده، القلب ده سعره 350 جنيه وعيار 18 وده، فاهمني؟ الاذواق كلها بدأت تختلف، حتى الناس الكبيرة بدأت ان هي تغير مفهومها عن يعني في ناس بقت بتبيع الحاجات اللي هي العبارة دي، وبدأوا يجيبوا حاجات ستايل سيمبل ويعتبر اوزان قريبة، بس الستايل نفسه اللي هو السيمبل الايطالي. طبعا في ظل ارتفاع سعر. انت استعرضت الحاجات دي؟ بص دي سلسلة مثلا، دي السلسلة دي دي مثلا عيار 14. السلسلة دي بالمنظر ده طبعا بتتباع وبتترد بالفصوص وكل حاجة. بنتكلم في جرام 33 مللي. انت متخيل الوزن والسلسلة طبعا كماتيريال قوي جدا جدا جدا. وعايز اقول ان في انسيالات، يعني الانسيالات ديت لو تقرب منها احمد تاني، الانسيال بداية من وزن كام؟ برضو من اقل من جرام، اقل من جرام بكتير. لحد يعني دوت مثلا جرام. دوت الانسيال دوت 84 مللي. انت متخيل؟ 84 مللي 84 مللي اقل من جرام، موجود لحد 5 جرام، لحد 5 جرام يعني. وبرده انسيال زي دوت اللي هو السبحة دوت، احنا بنتكلم ان انسيال زي كده عامل 4 جرام 95 مللي. انت فاهم؟ يعني لو قلنا شكله كبير.
يعملوا مثلا 4500 جنيه مثلا من غير المصنعيه طبعا. فهو الاسعار ده لو انت جبته في ال 18 بشكله وبوزنه اقل حاجه 7000 جنيه مثلا. وازيد كمان. اكتر كمان، أزيد اكتر كمان. من كده بكتير، فاهمني؟ فهو الديزاينات بدات ان هي تختلف، وبدانا ان احنا نجرب الناس، والناس ما شاء الله عجبهم قوي 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 الاستايلات ديت. احنا بنستعرض قدام الناس دلوقتي المجوهرات اللي قدام عبد الله. احنا تقريبا استعرضنا اغلبيه الحاجه، صح كده؟ تمام. احنا برضو ما رضيناش نكتر يعني. يعني ما شاء الله ربنا يزيدكم. حبيبي قلبي. احنا عايزين بس نقول للناس يعني ما شاء الله الناس لف كده طيب، بص في الكومنت. اقول لك على حاجه قبل ما نبص في الكومنت، ما تسمع حاجه للناس الجميله ديت، سمعنا حاجه تانية. سمعك حاجه تانية؟ سمعنا كده حاجه تانية للناس الجميله اللي بتتفرج علينا. ماشي. لا ده انت طالع مش تدبسني. عارف انا ماشي ليه داخل. الله، صاحبي يا جماعه، صاحبي. حبيبي. ماشي سمعنا كده حاجه للناس الحلوه دي. حلو المكان. والله كنت عارف انك طب خلاص اغير. يلا لا كملها ما انا اقول والله ايه؟ ما عجبتني. ماشي. يا اصحاب زمان جينا الليلة دي هنسهر فيه ونغني كمان، متجمعين ومنورين، وحشانا فعلا قعدتنا ولمة زمان، هنقضي يوم ضحك وهزار ودماغنا رايقة ولسه شباب ما احناش كبار. وما تدفعش عندها الحساب. لا ده انا عارف ان انت بتحب الغنى. عايزين نولع الدنيا، نولع الدنيا والليلة نفرح كلنا، كلنا، مش طالبة حزن ولا ثانية، حزن ولا ثانية، ولا هم يدخل وسطنا، وسطنا هنلاقي فرحة والتانية والليلة لسه مكمل. لسه مكملين معاكم، وعبد الله عارف وسمر مستمرين مع بعض ولسه مكملين. انا بس هسألك بقى سؤال، مع انه هو يا لهوي. ماشي. كزوجة بقى، في ظل بقى لما الدنيا بدأت ان هي في كورونا والكلام ده كله، ما قلقتيش الجو؟ احنا في جو دهب واحنا مثلا هنشوف مشروع تاني او هنشوف حاجه تانية، اغلبيه الناس فكرت التفكير ده عشان ما اللي هو ما تحسيش ان انت ناس كتير في مشاريع كبيره ومشاريع صغيره، كل واحد شايف الدنيا كانت رايحه فين. قلقتي بصراحه لا. ولا كنت واثقه ان احنا لينا ارضيه كويسه هو عبد الله علشان طول عمره في الشغل في الذهب يعني، فكنت واثقه لان عبد الله لما بيحط حاجه في دماغه بيحب يوصلها بيوصلها. فما كنتش شايفه ان عبد الله في حاجه تانية، يعني انا شايفاه طول عمره جواهرجي، فهيفضل جواهرجي، مش هينفع حاجه تانية. حلو لفظ الجواهرجي ده لفظ لسه مستمر اللفظ ده. بالنسبه لي يعني، وان شاء الله ان شاء الله هي دي اول سلمه في حياته، وحسن هيبقى في حاجه اكبر باذن الله. انا وانت ان شاء الله باذن الله هيغير مفهوم الذهب عند ناس كتير، وطبعا ناس كتير قالوها ان عبد الله لابس السويسه كلهم ذهب، حتى اللي ما كانش بيبقى معاه غير مبلغ بسيط بقى بيقدر يجيب ذهب، اللي يحب يقدم هديه بقى بيعرف يجيب ذهب. كان الاول ازاي هجيب مثلا ب 500 جنيه هديه ذهب، لا دلوقتي بقى بيجيبوا. العرسان كلها انا بسمع دعاويهم لعبد الله انا بفرح، يعني اي عريس بيجي وياخد شبكته بيبقى مبسوط قوي ان خد اللي هو يفرح بيه عروسته بالمبلغ اللي في ايده. فدي فرحتي طبعا. وطبعا احنا بننزل وبنسيبها على الله، يعني احنا بنشتغل وكله على الله بقى، الحمد لله. طبعا هي كله رزق في النهايه. طب عبد الله، كنت اسمع قصص كده يقول لك عند بتاع الدهب بيروح العريس مثلا قبلها بيوم يقول له خلي بالك النبي ما تعرضش حاجات من الغاليه عشان ما تحرجنيش وانا امكانياتي كذا. حصل معاك موقف زي كده؟ كتير كتير. كتير. بس هو بص، هو العريس ما بيبقى ايه يعني، ما بيبقاش اللي هو مستخسر، بالعكس
هو بيبقى يعني كل الشباب دلوقتي يا احمد الموضوع بقى عليهم صعب. انت بتتكلم في سعر الجرام 1690، فالمنفس الوحيد انه يروح لحد عامل مثلا خصم حلو، عنده اوزان خفيفه، فهو بيبقى يعني خايف ان هو يتحرج قدام اهل العروس. اي واحد في الدنيا بيخاف ان هو يتحرج، فبيجي يقول لي طب هو انت عندك حاجه في حدود مثلا 6000؟ طب هي مثلا 6000 يجيبوا ايه؟ هو مش مستخسر، هو امكانياته هو المفروض ان الشبكه هديه من العريس للعروسه. بس هم يعني بيبقوا ساعات مقلقين، فانا طبعا بطمنهم، والحمد لله الحمد لله مش قصه ان انا بشيل التقيل وبطلع الخفيف. انا عمري ما عملتها، بالعكس بفرج الشبكه كلها. بس بنحاول ان هم، هو كل الناس اللي بتقولنا بصراحه عرايس ولاد اصول بجد. يعني انا عمري ما شفت جات لي في شبكه ان عروسه عايزه حاجه تقيله، بالعكس. بسم الله ما شاء الله عليهم، الحمد لله الحمد لله. كلهم بيجوا بيختاروا حاجات، وسبحان الله قسما بربي بتحصل ان العريس من كتر ما هو مش مصدق بيزود انسياب، بيزود سلسله، فاهمني؟ اللي هو عايز يفرح. والعروض اللي احنا بنعملها انا وسمر بتاعت خصم غير سعر المصنع للشركات، بجد خلت العرسان الايام دي بقوا بيجوا وهم مطمنين. يعني الموضوع بقى عريس بيقول لي انا جاي ومش قلقان، انا مطمن، فاهم؟ غير ان احنا طبعا بنحس ان هم اهلنا، فبنحب نعمل خصم محترم جدا. بنشغل لهم اغاني، السمر بتزغرط لهم، والله عادي يعني صباح الفل. موضوع الشبكه بالذات يعني بنحاول نفرحهم ونخليها يعني ايه حاجه ما ينسوهاش ابدا. وربنا يا رب يسعدهم كلهم. انا عايز اقول لك كام كومنت، عايز تعرف؟ ماشي، احنا دلوقتي لحد دلوقتي 1700 كومنت و396 شير، ما شاء الله. عايزين ناس كده تستمر، احنا مستمرين ان شاء الله. وعبد الله مقدم قول انت اللي انت مقدمه، يعني شجع الناس. بص هو احنا عشان انا مش عارف انا مقصود في اللايف ده. بص هو احنا مقدمين هديتين دهب، تمام، لاخواتي وعيلتي الغاليه اللي انا بحبهم وهم واقفين في ظهرنا على الكومنتات والشير، بس هنظبطها مع بعض. لا انا فاهم، انا اقصد ان انت مدي ده طبعا هديتين ده اهم يعني هو كمان جايبهم معاه. يعني مفيش احسن من كده. يعني عبد الله مش مجرد تطلعوا تسمعوه انتوا، لا هو عايز يفرح الناس كمان اللي موجودين معانا في اللايف. خطوه بقى عبد الله لما عملت جروب وبدات ان انت تطلع لايف، وكلمني كده عن اول لايف تعمله. اول لايف كان بالنسبه لك ايه؟ الناس هتشوفني اكيد التفكير ده. اول لايف ليا كان مع اختي الغاليه ام ميجو، طبعا هي حد معروف جدا في السويس، ربنا يخليهم هي واحمد، الناس دي وقفوا معانا. وكان اول لايف كان يعني يديني الثقه كنت عندها. هي كان لايف قبل البازار، وهي كانت وش السعد علينا، وبرضه بازار اميره طبعا كان وش السعد علينا طبعا. وكان هي يعني عارف انت اللي هي ايه، دفعه دفعتني دفعه حلوه، وكان في تفاعل من الناس. انا كنت برضو مخضوض منه، بسم الله ما شاء الله ربنا يحبب فيها الناس كلها. والحمد لله كان برضو في توتر وكان في قلق وكان في شويه حاجات لخبطه. انا بشوفك دلوقتي في اللايف متعايش الحمد لله، مش متوتر زي ما انت متوتر دلوقتي. انا حاسك خايف، يمكن سمر مش خايفه زيك، مش عارف. يعني عبد الله بيقولوا لك بودي؟ طبعا الناس اللي قريبه مني جدا من هم اللي عارفين من زباين، هم اللي عارفين بودي. انما كله عارف عبد الله. عبد الله دي انا لما جيت لك فبقول له ايه بودي، قلت عبد الله قاعد هو ايه، انا مش مجمع كلمه عبد الله. لا انت صاحبي انت، اللي هو ايه بودي ولا عبد الله، هيعرف انا اقصد مين. ماشي. احنا لسه مكملين كل الناس اللي بتتابعنا دلوقتي، وبنتكلم عن الذهب. والناس ما تخافش، الذهب سعره زي ما هو معاك. كنت تقدر تشتري
حاجة بحدود 5 تقدر كمان تشتري نفس او تشتري حاجة بحدود 5، يعني ما تقفلش على نفسك، عايز حاجة ب 300 جنيه زي ما عبد الله قال 350 فعلا. فهتلاقي ال 300. عبد الله، خطوة بقى لما انت نزلت البازارات، هو بص فكرة، خلينا نقول ايه، البازارات عامة اختلاف شخص بيبيع حاجة معينة عن الناس هو نجاح لي. بمعنى انا لو انا نزلت بازار وانا منفرد لوحدي، مثلا انا ببيع ذهب، فاكيد انا مختلف، هيبقى الناس واقفة عندي على الاقل بتتفرج مش هتشتري، بيبقى دعاية للمكان. هل انت لما جيت تنزل بازار جبت بقى كل المحل معاك؟ في ناس بتخاف، يعني في ناس بتفكر كده يقول لك ايه، انا انزل بازار ولسه هاخد عربيه والم حاجتي واعرضها ويا بيع يا ما بيعش، ولا انت حسبتها ازاي؟ هل ان انا بعرض مثلا حاجات بسيطه وبقول له تعالى المحل عندي فيتفرج، ولا انت قستها ازاي؟ بص، هو انا الموضوع كله كنت انا برضو لسه في بدايتي مع نفسي، يعني كنت لوحدي انا وسمر مع نفسي. كانت اي حد يعني كنت رافض جدا موضوع البازار، كنت رافضه جدا تماما تماما تماما. واللي خلاني انزل البازار سمر يعني كان لدرجة ان هي يعني انا ما كنتش فاهم الموضوع دوت، بس هي وصلت معايا ان هي كانت مشكلة كبيرة ما بيني وبينها، ان انا كنتش عايز انزل بازارات او اشتغل يعني كنت شايف الموضوع صعب عليا، انا انزل في الشارع صعب فاهمني. وهي كانت الدفعة الكبيرة طبعا ربنا يخليك ليا، فهي اللي خلتني انزل البازار، وهي اللي ادتني الثقة، وهي اللي يعني ايه يعني طمنتني في الموضوع ده قوي، وقالت لي انا هنزل معاك. ونزلت معايا، وطبعا وش الخير عليا، اكيد هي وش الخير والسعادة كله عليا، ربنا يخليها ليا. ونزلت معايا وما كانتش تعرف حاجة عن الدهب نهائي، وفي البيع والكلام دوت ما شاء الله ما شاء الله اتعلمت بسرعة جدا ووقفت. وكنت انا ساعات كتير قوي ولحد دلوقتي ساعات بتردد في حاجات، وهي بتديني الدفعة القوية ان انا اعملها. بس انت تعرف يا عبد الله بقالك كام سنة؟ 8 سنين. 8 سنين. 8 سنين ده فترة الجواز؟ كان متجوز من 8 سنين؟ شفت اللي شو اكيد ده انت بيتعاكس قدامك؟ بتعكس بتعملي ايه؟ لا عادي، انا واثقه فيه بالزياده الحمد لله، فبالنسبه لي يعني واثقه فيه بالزياده، يعني بالزيادة عارف هو ايه، ممكن زياده نشيلها فتبقى واثقه. لا واثقه فيه بالزياده الحمد لله. هو كان يعني احنا عرفتوا بعض منين؟ عم الله يرحمه حمايه وحماتي هم اللي اختاروني بيه، يعني احنا كان جواز صالونات اصلا. مع ان انا ما فكرش في يوم، دي معلومه ايه ما حدش يعرف، ان عبد الله في يوم من الايام كان ممكن يتجوز جواز صالونات. هو انا وافقت عليه من قبل ما اعرفه وقبل ما اشوفه اصلا. طب بص لا انا ما اقصدش، انا اقصد ان يعني عبد الله عشان عارف عني لا ما اقصدش، انا ما اخدش الكلام، انا اقصد اصل انا كنت من النوع اللي هو ايه تامر حسني في نفس ايوه هو ده اللي انا اقصده. فاللي هو ممكن في هو كان عمه الله يرحمه ما كانش حابب، هو كان عايز حد تاني غير اللي هو بيبقى معاهم، يعني غير الصحبه اللي معاهم. مع احترامي للناس فانا حنيه ده الله يرحمه كان مع احترامي للناس اللي انا كنت معاهم. كان حمايه بقى الله يرحمه، كنت انا زبونته اساسا، يعني كنا على طول ما بتعاملش الا معاه. بتشتري دهب يعني بص هو بتحب الدهب. انا ابويا كلمني كان لما كلمني على موضوع الجواز، فانا جيت قلت له كده دخلنا في حاجات شخصيه مش مهم بقى احنا مع ناس قلت له انا مش هختار عروسه، انت اختار لي عروسه هتبقى هديه منك ليه. بس فانا كنت بقول لها الطريقه اللي هي ايه يعني انا بقولها عادي فاهمني. ففجاه لقيته قال لي انا جبت لك عروسه وظبطت معاك وانزل لي تعالى، كنت انا في الجيش، تعالى بص على العروسه. انا نزلت بصيت على العروسه الحمد لله بقت هي وش السعاده. اي انا كنت لسه بقى هقول لك، يعني انطلاقه من لحياه تانية من بعد ما انت دخلت الجيش والكلام ده كله، وحياه تانية، وبدات يمكن هي شريكه يعني نقول لاختلاف كبير، مش مجرد برضو العمل، لا الشخصيه كلها كشغل وكشخصيه عمليه او الكلام ده كله،
دايما بتتبني ما بين اتنين لو هما متفاهمين. يعني انا لاحظت حتى ان احنا واحنا بنتكلم ان انتوا الاتنين بتكملوا بعض، ودي حاجة قليلة. نلاقي ناس كتير ما بيبقوش متفاهمين او كده، لكن انتوا اللي هي اللي انت بتقوله انت بتكمليه وهو بيكمل كلامك، فانا حاسس ان انا بتكلم شخصية واحدة، ودي حاجة كويسة جدا. طب عبد الله، قبل ما نختم مع الناس، احنا بقالنا ساعة، خلي بالك، حسيت بالساعة؟ حسيتش والله. احنا بقالنا او ساعة. احنا قبل ما هنختم مع الناس انت هتغني للناس حاجة تالتة يا احمد. انت عايزنا اغني تاني؟ انا عايزك يعني قبل كمان ما نعمل كده، ممكن يعني اللي لسه بيشوف اللايف دلوقتي تاني، ان احنا ممكن نقول له احنا عندنا مثلا كذا في حدود كذا، وعندنا تمام. كذا في اللي هو ايه استعراضا احنا عندنا انا وسمر بدأنا الحمد اول لله. لما بتطلع لايف بتاعك بتعمل ايه؟ بص. انت عايش كده كأنك لسه في اللايف اللي انت بتطلعه. بلاش، انا ماسك نفسي. بص، لا عيش عيش يا عبد الله يا عم. يلا. اقولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بجميع عملائنا الكرام، عملاء عبد الله عارف. منورين الدنيا كلها 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 يا احسن عيله في الوجود. جبنا لكم كوليكشن جامد قوي في المحل، انسيالات من اول 800 جنيه، سلاسل من اول 1100 جنيه، وعندنا حاجات سلاسل فاضيه اقل من كده، وفي شبكات من اول 7000 جنيه تقدر تيجي تشبك وما تقلقش من اي حاجه يا معلم، انت في مكانك مع اخوك. وفي خواتم من اول 800 جنيه، في عيار 14 دبل من اول قلنا 37 مللي حاجه زي كده، في انسيالات من اول اقل من جرام كمان 85 مللي عيار 14. دي انت مش بتدافعي معايا اه ولا إيه؟ دي انت المقدمة. تدخلي معاه طيب في الشكل ده؟ انا هو بيعمل العروض من هنا وانا اصوت وراه من هنا. انت عامل الجمهور كمان. ايه السعر كذا 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 كذا، ايه الجو ده؟ ايوه لا ما عامل لنا يعمل العروض، بلاقي في الاخر انت يا ابني حرام عليك اللي بتعمله فينا ده. بحب اعمل عروض للناس، انا بحب اروق عليهم. طب اعمل ايه؟ ما بيحبش يبارك يمشي في حد زعلان خالص، اه. يعني ممكن يجي على يعني نيجي على نفسنا بس ما مشيش حد زعلان. ودي حاجه كويسه. انت ممكن تعملوا، لو هنعملها جبر خواطر، تعمل النهارده هتلاقي بكره طبعا. ودي الحمد لله. حاجه طبعا الحمد يعني ان لله. انت بتعملها لله، فدي حاجه كويسه جدا. طموحات عبد الله، هل في يوم من الايام ان هو مثلا احنا عندنا ذهب لازوردي، احنا عندنا الانواع المشهوره ايه الاول؟ احنا عندنا لازوردي، ايجيبت وولد، كانيدي، اندريا، عندنا طبعا 14. تمام. في شركات محترمه كتير، في شركات فاين محترمه. صن وجولي. الناس بتبقى عارفه هي جايه تشتري ايه، ولا هي جايه بتشوف القطعه مثلا فيقول لك القطعه دي، فانت بعد كده تقول له دي كذا؟ بص، هو في ناس بتبقى متابعه براندات، البراندات دي بيجوا ان هم عايزين مثلا لازوردي، انا عايزه لازوردي، انا شايفه ان لازوردي هو ده ستايل، فاهمني؟ في ناس بتبقى عايزه ايجيبت، في ناس بتبقى حابه ان هي تجيب الستايل بتاع لازوردي بس في كندي مثلا، فاهمني؟ اهم حاجه ان انت وانت بتتعامل مع محل لازم يكون انت ضامن الذهب هو يرد بالفصوص ولا ما يردش بالفصوص، لان ده المصنع الكبير اللي انت بتعتمد عليه. انت لما بتيجي تاخد ذهب ما بتشتريش براند عبد الله عارف، انت بتشتري براند من ذهب معين، انت وكيل، انا وكيل. تمام. انت بقى وانت جاي زي ما انت بتجيب زارا بتجيب الكلام ده، عارف انت رايح تجيب ايه بالظبط. في ناس بتيجي مثلا تبقى عندها ثقه في عبد الله، ودي الاغلبيه، فعبد الله احنا ضامنينك، طبعا لازم اكتب لهم في الفاتوره تبقى ترد بالفصوص وتركيب الفصوص مجانا مدى الحياه، وشويه تفاصيل كده بقولها لهم بتخلي الدنيا تبقى معاهم اطمئنان اكتر، بيبقى في اطمئنان حلو قوي. انت بترجع كده للمصنع ولا انت بتعملها من عندك؟ اوريدي برجع من المصنع، ما انا قلت لا يعني في ناس مثلا يقول لك ايه خدمه انا بعمل الضمان، مع ان ممكن يكون الشركه مش مديه ضمان ليه هو، فيبقى هو ايه يقول لك ما هو فكره ان هو ممكن يجي لي دي 1% مثلا، فاللي هو ايه اتحملها انا، ولا انت بناء على ان الشركات دي اصلا مدياك الحريه دي؟ بص، يعني انت لما تحس ان انت
عبد الله جالك مثلا في المكان اللي انت فيه، هتحب ان انت تقدم له كل حاجه جواك، تعرف ان انت تقدمها له مثلا تعلي عبد الله لو احنا بنتكلم في المكان ده. تمام. انا عندي في المحل لما احمد يجي لي، لو هقدر ان انا الحم له حاجته، ولو اديله ضمان ان لو حاجته اتكسرت الحمها لك فري، طالما نقدر نعالج ما فيهاش مشكله. وده كان قرار انا وسمر ان احنا يعني مش لازم كل حاجه تاخد ثمنها قوي يعني. يعني انت مصنعيه اقل مصنعيه اقل هامش ربح، تمام. طالما كده يعني انت بتبين للعميل انا موفر لك برضو سواء 200 300 عن سعرها الطبيعي، تمام. لو حاجه اتكسرت وعميل جه مثلا، هو ممكن في ناس ما تبقاش عامله حسابهم في الخامات، احنا بنقدر ان احنا عادي مفيش مشكله بنلحم له حاجه. ولو مثلا بتدي ضمان مثلا 10 ايام لو السلسله دي اتقطعت هلحمها لك فري، فاهمني. بتقدر ان انت تطلع كل حاجه للعميل اللي قدامك ان هو يحس فعلا ان انت بتتكلم بجد، ان ده مكانك. تمام. انت مش زبون داخل وانا اخد منك كل اللي اقدر اخده منك وتطلع ما اعرفكش ابدا. ابدا. انا عايزك انت على طول معايا، انا عايزك ما تفكرش في حاجه غير ان انت يوم لما تقول يا دهب هروح لاخويا عبد الله عارف وسمر. احنا معظم العرايس اللي بيجوا ما بياخدوش شبكتهم غير على ذوق سمر. انا في ناس ما بترضاش تتعامل معايا ويقول لي لا احنا عايزين استاذ سمر في تختار لنا حاجات. يعني برضو سمر ليها شعبيه كبيره جدا جدا سمر جدا. بعد كده اعملي، انا لمحت ورقه او تيكت معمول بيكتبي كده ايه عبد الله عارف نفسك سمر. لا سمر عبد الله عارف. عبد الله عارف. انت ماشيه باسم. طلبتها على فكره والله، طلبتها ان انا وطلبت لوجو ليها وهي اللي رفضت بعد ما عملت. لا انا عجبني حاجه لما جينا نزلنا الاعلان ونزلت صورتك، لا يا احمد نزل سمر يعني. والله ما كانتش تعرف اصلا، ده انا ما كنتش تعرف المعلومه دي. انا ما كنتش اعرف ان هيكون انا فاكر عبد الله مثلا معانا. قال لي لا صوره سمر عشان لازم تكون موجوده. هو دايما عايزني يبقى، حتى كان عايز اسمه يبقى موجود في المحل. قلت له لا انا بالنسبه لي اسمك بيكبر، اسمي بيكبر معاك من غير ما يتذكر يعني. انا بالنسبه لي واقفه مع عبد الله يعني عشان نفسي يبقى في حقي، يعني يبقى حاجه كبيره، مش عشان انا ابقى ايه يعني. انا بالنسبه لي هو كل حياتي بصراحه. فبالنسبه لي ان هو يكبر، انا عايزاه هو اللي يكبر بس. ان شاء الله. عبد الله طموحك قبل ما نختم مع بعض، ان انت في يوم من الايام تعمل براند مثلا تسميه عبد الله عارف زي الرازورتي والكلام ده كله، وهل سهل؟ بص هو هيبني على كلمه سهل. هو الموضوع دوت يعني طبعا طموحي واحلامي ونفسي ان انا ابقى ليا حاجات، انا يعني في ديزاينات كتير نفسي ان انا اعملها. بس هو انا ما بحبش النط يعني. ممكن تبقى طموحاتك ان انت تعمل براند محترم، فاهمني، بحاجات عصريه باقل التكاليف باقل حاجه، والحمد لله الكلام ده كله موجود في المصانع موفرين. بس الحمد لله. عبد الله، انا كنت مبسوط جدا بوجودكم معايا، وبتمنى لكم دايما يعني ان شاء الله ربنا يكرمكم والخطوات اللي انتم ماشيينها تكبر اكتر واكتر. وانت ما كنتش حاسس ان الوقت هيعدي يعني بقالك ساعه. ما شاء الله ما شاء الله. انت الله اكبر عليك. انا حبيبي لما اجي انا رايح لحد انا مطمن يعني. الله يخليك. يعني انا عايز كمان ان انت توعد الناس حتى من غير هدايا، ان انت تبقى معانا دايما حتى لو مره في الشهر، حاجه مننا ان انت تكون موجود وتستعرض ونمشي مع بعض الخطوات. ويمكن انا هستغل حاجه من هنا، ان احنا بنقول لاي حد طموح او ان هو حابب ان هو يستعرض شغله، زي ما احنا عبد الله كان معانا النهارده وكان بدايه فكر ان احنا نساعد الناس. وطبعا انت مش محتاج مساعده ما شاء الله، لا، ان احنا نستفيد او نفيد الناس ان هم في يوم من الايام يعرضوا شغلهم. فاحنا بابنا مفتوح بشكل جديد للستارت زي ما انتم شايفين ST TV. هنستعرض للناس شغلها، اللي عنده اي منتج عنده اي حاجه يقدر ان هو يجي عندنا بدون مقابل، عشان بس الناس ما تفتكرش ان عبد الله
لا، لا، دافع لا. حاجه عشان يطلع معانا، لا. عشان في ناس بتفتكر كده. لا خالص. فاحنا عبد الله صاحب مكان، احمد فكرته جميله، يعني الفكره نفسها عجبتني جدا، ما شاء الله عليك. يعني حتى ان ممكن يقول لك ايه تعالى عندنا ان احنا نستعرض. لا، تعالى احنا هنستعرض في المكان عندنا. وعلشان كده انا بقول للناس ان هي تقدر ان هي تتواصل معانا، وان شاء الله احنا هينزل اعلان للكلام ده كله. وعبد الله دلوقتي قبل ما نختم هيستعرض شغله. انت عايز تعمل ايه؟ انا عايزك تغني، غني للناس. انت قلت جمله فكرتني باغنيه. ايوه قول بقى. طيب يلا اللي هي الناس مش خايفه. انت ما صدقت. يلا سمعني. طيب واليكم المطرب العالمي الجامد قوي صاحبي واخويا احمد هشام. كله كده بقى يشجعوا في الكومنتات، علشان أنا احنا هقول لك. هنختار دلوقتي مين اللي هيكسب الهدايا الذهب. احنا مش عايزين نختار واحده دلوقتي، نختار واحده دلوقتي علشان اللي هيشوف الاعلان بعد كده يقدر ان هو ايه. خلاص. هنختار يشارك. إيه واحده رأيك؟ دلوقتي، بس اللي هيشجع دلوقتي، لو ما شجعوش مفيش. طيب بس عايز اقول لك ان ساعات الحركه دي بتخلي الناس تتحذر، فمش عايزين نظلمها. نجيب التعليقات ونختار حد، صح كده؟ صح كده. اخاف ليه ومن ايه وانا معايا حبيبي وده كفايه، واقول ايه اقول ليه هو الكلام هيوصف ايه. اخاف ليه ومن ايه وانا معايا حبيبي ده كفايه، واقول ايه اقول ليه هو الكلام هيوصف ايه. تفوت سنين يا دوب وانا بوصف عينيه، يعني انا اوصف ملامحه في قد ايه. تفوت سنين يا دوب وانا بوصف عينيه، يعني انا اوصف ملامحه في قد ايه. اخاف ليه ومني وانا معايا حبيبي ده كفايه، واقول ليه هقول ليه وكل ده وشويه عليه. حبيبي عبد الله اخويا كنا سعداء جدا حبيبي بوجودكم او بوجودي معاكم. هروح دلوقتي اكن عبد الله بيستعرض لايف ليه شغله، واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده وفيديو جديد. يلا يا عبد الله. خش انت الدخله دي. استعرضي انت. يلا اتفضلي. طب استعرض ايه؟ ايه الحاجات اللي موجوده؟ قولي بقى. احنا كان عندنا الدبل وعملنا عروض الشبكات، تقدر ان انت تيجي الشبكات قلنا عليها من اول 7000 جنيه لحد ما انت وانت طالع لحد مثلا 33000 وانت على حسب امكانياتك. وعرضنا الانسيالات عيار 14، وعرضنا الدبل عيار 14. وعايز اقول ان في تشكيله كبيره جدا في الستور، وعاملين خصم البيع بسعر المصنع للشبكات علشان خاطر اخواتنا العرسان العرسان. بنحبكم جدا 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 جدا، وكل سنه وانتم طيبين.